طيب احنا مالنا بالكلام ده كله كمدير مشاريع؟ احنا ايه اللي يدخلنا في الموضوع ده؟ لا، لينا كلام معاه كتير قوي. ليه؟ حسب كلام صديقنا ابراهام مازلو، علشان تقدر تموتيفيت شخص. اهلا بيكم. لسه مكملين مع الجملة اللي بدأنا بيها من كذا فيديو فاتوا، وهي the soft stuff is the hard stuff. وقلنا فيها ان فعلا اصعب حاجة في الادارة هو ادارة البشر. لو بنتكلم على النون هيومن ريسورسز اللي هي المعدات والادوات والماشينز والكلام الظريف ده كله، نقدر نديره بطريقة سهلة، ولكن البشر للأسف ملهمش كتالوج زي ما المكن ليه كتالوج. الدنيا مش اسهل حاجة بالنسبة لنا. طيب تعالوا نبدأ نخش في حتة من حتة الحساسة الجميلة جدا، وهي موتيفيشن للتيم بتاعك. ازاي نعمل موتيفيشن للناس بتاعتنا؟ ازاي نفكر تموتيفيت التيم بتاعنا؟ وهل احنا محتاجين كده؟ ايوه، احنا محتاجين نموتيفيت الناس. الناس مش هتخش بالحماسة زي ما احنا متخيلين. مش بس كده، وحتى لما بنوصلهم درجة حماسة وموتيفيشن ممكن الموضوع ينزل، فنحتاج نرفعه تاني وينزل ونرفعه تاني وهكذا. وهينزل ليه ويطلع ليه؟ صدقوني برضو الاسباب مش ماشيه بالكتالوج، مش ماشيه بمعادله هندسيه 1 + 1 = 2. الموتيفيشن بتاع شخص ممكن يختلف عن الموتيفيشن بتاع شخص تاني. الموتيفيشن بتاع نفس الشخص في مرحله معينه وفي ستيت معينه ممكن يختلف لو المرحله اتغيرت او الستيت بتاعته اتغيرت، وهو ده اللي بيصعب علينا الموتيفيشن بتاع الناس. بس لازم نموتيفيت التيم بتاعنا. الفيديوز اللي جايه هنبدا نتكلم مع بعض عن شويه من الافكار اللي اوريدي موجوده ومتطبقه، بس عايزين نخش بعمق اكتر نفهمها عشان نشوف هنقدر نستفيد منها ازاي في المشاريع بتاعتنا وفي اداره البشر جوه المشاريع. واحد من اقدم واشهر الثيريز اللي اتعملت في الموتيفيشن هو مازلو هيراركي، هرم مازلو للاحتياجات. صديقنا ابراهام مازلو سنة 1943 طلع لنا الهرم دون، وبدأ يقول لنا خلوا بالكم من البشر وانتوا بتعاملوا معاهم، هم في انهي جزء من الهرم ده، اللي هو ايه برضو سعادتك يا سيد ابراهام مازلو. صديقنا ابراهام مازلو كل اللي عمله ان هو بدأ يجمع ويحصر احتياجات البشر، الحاجات الكومن ما بين البشر كلها، وبعد كده بدأ يكونها مع بعضها في جروبز، بيعمل لها كاتيجورايزنج، بيعمل لها جروبنج، الحاجات المتماثله، ولقى ان هم واخدين معاه شكل هرم. شكل هرم بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بطلع عليهم ستيج باي ستيج. يعني ايه؟ يعني بكون في الستيج الاولى، ولما بيحصل لي فيها ساتوريشن، لما بيحصل لي فيها درجه من الاشباع، ساعتها عيني تبدا ترتقي وتدور على الاحتياجات اللي في الستيج اللي بعدها، وابدا اخد من الستيج اللي بعدها الاحتياجات بتاعتي. وتاني لما يحصل لي درجه من الاشباع والساتوريشن، ساعتها عيني تبدا تبص على الستيج الثالثه، وهكذا. الخمسة ستيجز بتوع صديقنا ابراهام مازلو ببساطة شديدة، اول واحدة فيهم هي البيزك نيدز، الاحتياجات الاساسية لاي انسان عشان يقدر يعيش. وبعد كده بدأ يتكلم عن السيفتي واحتياجاتنا واحساسنا بالامان، وبعد كده بدأ يتكلم عن اللاف اند بيلونجنس، الحب والانتماء، دي المرحلة الثالثة او الستيج الثالثة. وبعد كده السيلف ستيم، وبعد كده فوق خالص السيلف اكتواليزيشن. طيب احنا مالنا بالكلام ده كله كمدير مشاريع؟ احنا ايه اللي يدخلنا في الموضوع ده؟ لا، لينا كلام معاه كتير قوي. ليه؟ حسب كلام صديقنا ابراهام مازلو، علشان تقدر تموتيفيت شخص لازم تموتيفيت بنيد، باحتياج في مرحلة هو فيها. لو حاولت تعمل له موتيفيشن باحتياج من مرحلة اقل من اللي هو فيها، هو اوريدي خلاص بقى ساتوريتد، هو حصل له اشباع منها، وبالتالي مش هتحركه، مش هتعرف تغريه ان هو يبدا يتحرك. طيب ولو غلطت وعملت له موتيفيشن بمرحله بستيج هو لسه ما بداش يبص عليها، مرحله اعلى من اللي هو فيها، ولا هتأثر فيه. ليه؟ هي مش ضمن السكوب بتاعه، مش في احتياجاته، انا فين والكلام ده فين. فانت بتتكلم في حاجة بعيدة خالص عن السكوب بتاع تفكيري، الاطار بتاع تفكيري، الاطار بتاع احتياجاتي. فعشان كده انت محتاج تعرف الشخص اللي قدامك هو فين، في انهي ستيج من دول، علشان لما تبدا تديله الموتيفيشن، لما تبدا تكلمه بموتيفيتور، هتكلمه باحتياج جوه المنطقه اللي هو فيها، اللي هي not saturated yet،
unsaturated، حاجه لسه لم يتم الاشباع، وبالتالي لما تبدا تعرضها له هو هيقدر يتحرك ويروح لها، وبالتالي يبقى عنده الدافع انه يديك الشغل، يديك الاداء مقابل الاحتياج اللي هو مستني اشباعه من الموتيفيتور بتاعك. سيمبل يا جماعه، بصوا على الناس، بصوا على التيم ممبرز اللي احنا بنشتغل معاهم، هم موجودين في انهي ستيج دلوقتي، كل شخص واقف في انهي ستيج، علشان لما تيجي تكلمه بلغته هو، بالاحتياج بتاعه هو اللي لم يتم اشباعه، علشان يبقى عنده الدافع ان هو يديك بيرفورمانس زي ما انت محتاج. ده اول فكره ممكن نعدي عليها، وستيل لسه معانا شويه افكار تانية هنتكلم عليها في الفيديوهات الجايه.